ازاي تفتح الواتساب بتاعك من جهازين في وقت واحد. السلام عليكم، انا ايمان محمد. دلوقتي واتساب بيسمح لك انك تفتح الواتساب بتاعك بنفس الرقم من جهازين او اكتر في وقت واحد، وعشان تعرف ازاي تعمل كده اول حاجه اعمل لايك للفيديو، تابعني عشان يوصلك كل جديد اول باول، واخيرا وليس اخرا اعمل حفظ الفيديو ده عشان لو احتجت تراجع الخطوات مره تانية. اول حاجه هيكون معاك الموبايل التاني اللي انت عاوز تفتح عليه الواتساب، هتنزل عليه اخر تحديث للواتساب الجديد عشان يقدر يشتغل معاك، وبعدين تفتح الواتساب وتبدا تعمل زي الخطوات اللي انت بتعملها عاده لما تيجي تعمل واتساب جديد على الموبايل، ولكن مش هتكتب رقمك، هتضغط على الثلاث نقط اللي فوق على الجنب وتختار ربط بحساب حالي. ولو انت بتستخدم ايفون فهتلاقي اصلا مش محتاج تضغط على حاجه، هتلاقي الاختيار ده متوفر عندك تحت شويه وانت بتكتب الرقم. اضغط على الاختيار ده وسيب الموبايل الجديد شويه على الجنب، وتعالى نبدا في الموبايل اللي مفتوح عليه اصلا الواتساب بتاعك، ازاي تقدر تربطه بالموبايل الجديد. هتفتح الواتساب على الموبايل الاول وهو الاساسي بتاعك اللي مفتوح عليه اصلا الواتساب، ومن الصفحه الرئيسيه هتضغط على الثلاث نقط بتاعه الاعدادات، هتضغط عليهم وهتنزل هتلاقي اختيار مكتوب وهو الحسابات المرتبطه او الاجهزه المرتبطه، هتضغط عليها وبعدين هيبدا يفتح لك صفحه وهتضغط على الزرار الاخضر اللي عندك وهو ربط جهاز. لما تضغط عليه هيبدا يطلب منك البصمه او الباسورد بتاعك، واللي لازم طبعا تكون صاحب الجهاز عشان كده تقدر تشغله، وبنصح جدا ان محدش يعرف الباسورد بتاع موبايلك عشان محدش يفتح الواتساب بتاعك من وراك. بعد ما تدخل الباسورد او البصمه بتاعتك هيبدا يفتح لك الكاميرا عشان تقرا بيها الكود اللي ظهر لك في الموبايل التاني اللي انت عاوز تفتح عليه الواتساب بدون ما تدخل الرقم بتاعك. وبمنتهى السهوله هتجيب موبايلك اللي عليه الواتساب اصلا وتقرا بيه الكود اللي ظهر لك في الموبايل الجديد اللي انت عاوز تربطه بحسابك الحالي، وبعدين تضغط موافق وتقرا بالكاميرا الكود ده، وشويه هيحمل ويبدا يفتح لك الواتساب على موبايلك التاني. فيديو مهم جدا، تعمل لايك وشير ليه مع اصحابك عشان يفهموا الطريقه وكمان تاخد بالك. ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وكمان زي ما قلت لك تابعني عشان هيوصلك كل جديد ومفيد الفتره اللي جايه.